خير الكلام مقلدر. النهارده 3 حالات من التقييمات جايين بسبب ان الطفل ما كانش بيروح حضانه، فلما راح المدرسه بداوا يقولوا لهم الطفل عنده مشكله في الكلام، او بدات الام تلاحظ مشكله في الكلام، او ان الطفل ما بيتكلمش وما بيسردش وما بيحكيش زي الاطفال اللي في سنه. ودي بتبقى حاجه يا اما مشكله في الطلاقه اللغويه او ما وصلناش للطلاقه اللغويه، او النمو اللغوي لسه ما اكتملش، او مشكله في المهارات الاجتماعيه اللي مفيش اي حد هيعلمها له غير انه يتحط في مواقف اجتماعيه في الحضانه والمدرسه والكيدز اريا والاماكن اللي فيها تجمعات اطفال، ويبدا يتعرض للمواقف والخبرات فيبدا يكتسب او يبقى عنده مهارات اجتماعيه. فلو سمحتوا المهارات اللي احنا بنكتسبها من الحضانه، او ان احنا نودي الطفل حضانه، او ان احنا نستثمر ال3 سنين الاخر في مرحله الطفوله المبكره، مهم جدا جدا جدا. ما ينفعش تقعد الطفل في البيت لحد 5 سنين و6 سنين وتيجي تقولي اصلا كنت خايف عليه، اصله هو كده عنده مشكله، اصلا شاكك ان هو توحد، اصل كل الحاجات دي. تمام؟ يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير، ودمتم بخير.